ايه هو الفرق ما بين خشونة الايدين والروماتويد؟ الاتنين طبعا بيأثروا على المفاصل بتاعة الايدين، والاتنين ممكن يعملوا تشوهات في الايدين، وعشان كده مهم جدا نفرق ما بين الاتنين. النهاردة هنتكلم على الفرق ما بين الخشونة والروماتويد للايدين. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. ايه هي الفروق ما بين الخشونة والروماتويد؟ اول حاجة سن المريضة. غالبا الروماتويد يبتدي في اي سن، انما البيك بتاعه او اعلى حاجة ما بين 40 وال50 سنة. انما الخشونة بتاعت السيدات اللي بتبتدي في الصوابع بتبتدي غالبا بعد ال50 سنة. تاني فرق هو نوع المفاصل المصابة، بمعنى ان الخشونة بتحب المفاصل الاخرانية دي، ونادرا ما تأثر على الرسغ. ممكن تأثر على مفصل الصباع، انما نادرا ما تأثر على مفصل الرسغ تاني. انما الروماتويد بيحب المفاصل الآتية: الرسغ، المفاصل دي بنسميها MCBs، والمفاصل دي اسمها PIBs، ونادرا ما يأثر على المفاصل الأخيرة. ده فرق أساسي. الفرق الثالث الورم بتاع الصوابع. غالبا ورم الروماتويد بيبقى رخو، بمعنى بتبقى الصوابع ورمة من المناطق دي، انما مفيش عظم متكون. انما في الخشونة نلاقي فيه عظم متكون، والصباع ياخد اتجاه وزاوية مع الوقت. الفرق الرابع هو التماثل، بمعنى الروماتويد دايما بيجي في الايدين، انما غالبا الخشونة بتبقى مأثرة على ايد اكتر من ايد. مين اللي عنده القدرة يفرق ما بين الاتنين؟ الكشف من قبل دكتور روماتيزم. عيد تاني: الكشف من قبل دكتور روماتيزم، مش بالتحاليل، مش بالأشعة. لازم الكشف الأول علشان نقدر نحدد هنوجه تحاليلنا ازاي والأشعة ازاي. طب هما الاتنين ممكن يجوا مع بعض يا دكتور حسام؟ للأسف بنشوف حالات كتيرة قوي بتبتدي بواحدة منهم والتانية تيجي معاها. عشان كده الكشف هو المهم جدا. غالبا في الخشونة بتبقى التحاليل سلبية، انما في الروماتويد زي ما انتم عارفين 40% من التحاليل برضو بتبقى سلبية. غالبا الخشونة لما بتيجي بتبقى مأثرة على مفاصل تانية زي الركب والعمود الفقري، لكن برضو زي ما انتم عارفين في مرضى الروماتويد كتير قوي ان الركب وآلام الظهر بتزيد مع الروماتويد، فعشان كده الكشف هو الأساس. الروماتويد طبعا علاجه مختلف خالص، علاجه أدوية مناعة زي ما انتم عارفين ومنظمات المناعة، علاج تقليدي وعلاج موجه وعلاج بيولوجي. انما الخشونة بيبقى اتجاهها في العلاج هو ان احنا نوقف الالتهاب ونحافظ على المفاصل وندي مكملات غذائية علشان نحافظ على الغضاريف. عشان كده التفرقة ما بينهم مهمة جدا جدا. الشيء بالشيء يذكر. بيجي لنا كتير مرضى عندهم تحليل روماتويد ايجابي وفاكرين ان عندهم روماتويد، ونكشف نقول لهم انت عندك خشونة، وندور على سبب تاني لإيجابية تحليل الروماتويد، نلاقيه كان عنده فيروس سي وخد علاجه، او عنده حد في العيلة عنده روماتويد، او لما نعيد التحليل بالطريقة المظبوطة او بالتحليل المكمل اسمه CCB نقول ان هو ما عندوش، او نكشف عليه ونقول له انت مجرد تحليل ايجابي وما عندكش اي اعراض. وبالتالي مهم جدا ان احنا نروح لدكتور الروماتيزم. وعمال اكرر في الفيديو دي حاجة مهمة جدا قبل ما نروح نعمل اي تحاليل او اي اشعاعات. ده كان فيديو صغير كده عن الفرق ما بين الخشونة في الايدين والروماتويد في الايدين، ودمتم سالمين.